مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بعد تدميره أثر الحريق 3 ساعات كاملة استغرقتها عمليات الإطفاء. المبنى مديرية أمن الإسماعيلية الذي دمر بأكمله أثر نشوب حريق هائل داخل المبنى المكون من 9 أدوار، وحوله تنتشر سيارات الإسعاف والمطاف ورجال وسيدات بملابس مدنية يبحثون عن قريب لهم ولا ملاذ لهم سوى الوقوف والانتظار بعد مرورهم على المستشفيات الكعبداير للعثور على أحدهم. البعض منهم يطمئن والآخر يظل في حيرة وقلق. وزير الداخلية يتفقد حريق مديرية أمن الإسماعيلية المبنى. زاره وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عقب عمليات الإطفاء، حيث شهد المكان تشديدات أمنية ومنع الوقوف أمامه والاقتراب، حتى سمع الوزير لأقوال شهود عيان وقوات الأمن للوقوف على ملابسات الحادث، ووجه بسرعة إنجاز التحقيقات. شباب في أوائل العشرينيات حضروا ويبكون زملائهم هالهم ما رأوا من آثار الدماء، كانوا يباغتون المسعفين بالأسئلة: في حد مات؟ يجيبون عليهم برفقة مطمئنين إياهم: لحد الوقت ولا حال وفاة واحدة، ألا تم نقلهم كلهم مصابين. الحال أمام مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الواقع وسط المحافظة والمأهول بعناصر الشرطة على مدار الساعة، وسط كتلة سكنية ومحال تجارية بمنطقة السلطان حسين، كان مأساويا يصنفه أحد المحققين الذي رفض نشر اسمه، موضحا أن كتل الخرسانات كانت تتساقط وظهرت الأسياخ الحديدية لشدت النيران، وبمنتهى السهولة يمكنك إمساك الأعمدة وفركها بيدك لتدفت، وعمليات الترميم ربما تكون صعبة. الأهالي أمام مبنى مديرية أمن الإسماعيلية تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية عن آخره، وظهرت آثار التفحم على المبنى بأكمله، ومعه احترقت كل المتعلقات التي كانت بداخله، إذ كانت السنة اللهب تتصاعد من طوابقه العليا، حيث ياغط في النوم عاملون سرعان ما فزعوا مهرولين إلى الشارع. فكانت النجاة من موت محقق أشبه بمعجزة إلهية. مع خروج كل عربة إسعاف من المبنى، شاب 20 يوقفها ويستحلف قائدها: والنبات شوف أخوية معاكم ولا لا، يرفع صورته أمام الأهالي ويدور بها على زملاء شقيقه المتواجدين على الأرصفة المحيطة. ينهار حين يجيبه الجميع بمن عرفش حاجة عنه، يبكى عليه يقرب يكون عايش. هناك سيدة فزعها منظر المبنى من بعيد، ما أن راته سقطت مغشية عليها، أتت للاطمئنان على ابنها، ولم تهدى سوى بتأكيد صديقه أنه بخير ويتلقى العلاج في المستشفى، لتهرول إليه. إخلاء العقارات المجاورة رجال على قدر المسؤولية يصف بها أصحاب المحال التجارية. قوات الحماية المدنية يقولون إنه لولا تصديهم للنيران ومنع امتدادها للمجاورات لتحولت المنطقة بكلمها إلى كتلة رماد. الأهالي أمام مبنى مديرية أمن الإسماعيلية سكان العقارات الملاصقة للمبنى لم يقف أي منهم بالشرفات خشية الدخان الذي غطى سماء المنطقة، وقال عاملون بالمكان أن أغلبهم غادر أثناء الحريق خشية على حياتهم، كون النيران كان من نظرها يخيف الناس ولا أحد يضمن عواقبها.